لنا. بالمقابل يقال أن هناك فعلا عنف كبير في العراق حتى يمكن أن يصل إلى حرب أهلية، وقد اعترف بعض المسؤولين بهذا الموضوع وما يشهده العراق، الدماء التي تسال كل يوم. هل هذا هو ثمن الديمقراطية والحرية؟ لأننا لا نعرف الحرية ولا نعرف كيف نتعامل مع الحرية. نحن كعصفور صغير ولد في قفص، وأبوه وأمه ولدا في ذلك القفص، وأجداده وأسلافه ولدوا في ذلك القفص منذ 1400 عام. جاءت أمريكا كسرت القفص. العصفور لا يعرف يطير لأنه لديه جناحان ولم يستعملهما طول عمره. نحن لا نعرف كيف نتعامل مع قيم الحرية لأننا ولدنا عبيد، أبناء عبيد، أبناء عبيد من 1400 سنة بهذه الثقافة المنحطة. ولا أقول الدين الإسلامي السمح الحنيف الجميل الذي يحترم الإنسان، ولكن هنالك ثقافة عربية إسلامية في كثير من مناحيها، ولا أقول كلها لأن هنالك الثقافة الصوفية وغير الصوفية وهي ثقافة أروع ما تكون، ولكن الثقافة الرسمية هي ثقافة تربي على أن تكون عبدا للسلطان وعبدا للقيم والتقاليد البالية. ولذلك لا نعرف أن نتعامل مع قيم